بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهاردة هكلمكم عن يعني علماء النفس بيقولوا إن في ربط شديد ما بين سلوك الولد أو سلوك الأطفال أو سلوك أولادنا وسلوك الأبهات. إزاي؟ يعني بيقول لك مثلا طفلك لو شديد الكذب اعرف إن أنت شديد المحاسبة، دايما بتحاسبه فبيخاف منك فبيكذب كتير. لو طفلك لا يمتلك الثقة بنفسه اعلم ان انت لا تشجعه ودائم النقد له. كلام برضو منطقي. بيقولوا انك لو طفلك قليل الكلام يبقى انت لا تحاوره. لو طفلك يسرق فانت بخيل معه. اللي يخلي فعلا يسرق غير انت فعلا بخيل معه. لو طفلك جبان انت تحميه بزيادة او تهدده كثيرا. الحاجتين دول. لو قالوا ان انت طفلك يتعدى على غيره اعرف ان انت نفسك عنيف معاه. لو لقيت طفلك غيور اعرف ان انت تهمله. لو طفلك لا يعطيك فانت او لا يطيعك ابدا في كل حاجه، انت يعني لسانك دبل معاه ودايما لا يطيعك، فاعلم ان انت كثير الطلبات. طفلك مزعج اعرف ان انت لا تحتضنه. طفلك منطوي اعرف ان انت مشغول عنه. فعلا انت اساس انت طريقتك مع ابنك هي اللي بتطلع منه السلوك ده. فريت نقعد مع نفسنا نشوف احنا بنشتكي من اولادنا في ايه من اللي انا قلته ده، وشوف انت ازاي سلوكك ممكن تغيره مع ابنك بالشكل ده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك رب واتوب اليك. السلام عليكم.